97% يستاهلوا كلمة تصبح على خير. تعال معايا وشوف، اتمنى انك ما تكون من ال3% اللي مقتنع انه انزاجي مع الهلال قوي وقاعد يفوز بكل سهولة وبتكتيك معين. ما اقدر اقول لك تصبح على خير. مدرب جاي من اوروبا، القارة جديدة ودوري جديد وكورة مختلفة بتاتا عن اللي بتقدم في ايطاليا، وبيستلم فريق منهار وفي خلال اسبوع بيتعادل مع ريال مدريد وبيتعادل مع سالزبورج وبيكسب باتشوكا والسيتي، ومن اول الموسم ما خسرش لا على مستوى البطولات المحلية ولا القارية، فاصبح ما بيلعبش بتكتيك معين. اسف، ما اقدر اقول لك تصبح على خير. واللي يشوف نونز الظاهرة وقادر انه يحسم لك مباريات كبيرة، ما اقدر اقول لك تصبح على خير. محدش قال نون الظاهرة، بالعكس اغلب الجماهير الهلالية كانت ضد فكرة التعاقد معاه في البداية، لكن المدرب هو اللي طلبه بالاسم، وكان عندنا الثقة في انزاجي انه هيطور اللاعب، وفعلا مستوى اللاعب حاليا اصبح في تصاعد عن المستوى اللي كنا بنشوفه فيه مع ليفربول. عموما ما اقدر اقول لك تصبح على خير. واللي كان يقول خيسوس مع الهلال دمر الفريق واستنزفه، انا اسف، ما اقدر اقول لك تصبح على خير. فعلا جيسوس دمر الفريق وكان مصر على افكار تسببت في خسارتنا كل بطولات الموسم، فبنفس السكواد اللي طلعنا بيه بفضيحه حرفيا الموسم الماضي استلموا انزاجي، وفي خلال اسبوع شرف به العرب في كاس العالم، وتقول لي ما دمر الفريق؟ اسف، ما اقدر اقول لك تصبح على خير. واللي يشوف ناصر الدوسري خليفة سلمان الفرج، اسف، ما اقدر اقول لك تصبح على خير. ناصر لاعب مجتهد وعنده الامكانيات ولسه الطريق قدامه طويل، ازاي تحكم عليه من دلوقتي اصلا؟ سلمان الفرج اسطوره، وناصر الدوسري عنده الامكانيات اللي تخليه يصنع اسطوريته الخاصه في المستقبل، فليه التقليل من اللاعب؟ اسف، بعد كلامك ده ما اقدر اقول لك تصبح على خير. واللي مقتنع انه ماركوس ليوناردو خليفة اجويرو، انا اسف، ما اقدر اقول لك تصبح على خير. ما حدش قارنه باجويرو، بالعكس الجماهير في فتره معينه من الموسم كانت بتطالب برحيله اصلا، لكن حاليا اللاعب بيقدم مستويات كويسه وتحترم، فليه مننا كامل الدعم. واللي هينسى يعمل متابعه، فسواء هو او صاحب المقطع، فاسف ما اقدر اقول لكم تصبحوا على خير.